تخيل معايا تمثال وزنه أكتر من 20 طنا، واقف بقاله آلاف السنين، والمفاجأة واقف على نقطة صغيرة جدا، نقطة لو بصت لها تحس إنه لازم يقع. بس لأ، مفيش زلزال، مفيش رياح، مفيش تآكل، ومع ذلك التمثال ثابت زي الجبل. المؤرخين اكتشفوا إن التمثال معمول بنسبة توازن مستحيلة على زمن الفراعنة، كتلة ضخمة متوزعة بدقة كأن حد قاس كل ملي فيه. والأغرب، الأساس اللي واقف عليه مش محفور بعمق، بالعكس ده معمول على سطح ناعم تقريبا. العلماء قالوا المفروض التمثال يقع، لكن واضح إن الفراعنة كانوا فاهمين قوانين التوازن أحسن مننا. فيه اللي بيقول إنهم استخدموا مركز ثقل محسوب بدقة هندسية، وفي ناس بتقول لا، ده مش توازن بس، ده تكنولوجيا لسه مش فاهمينها. التمثال ده واحد من الأسرار اللي بيقولك في حضارة هنا كانت أذكى بكتير من اللي اتعلمناه